سؤال كده ساعات بيجي في بالنا، يعني ليه بنعمل الحاجات الكويسة؟ هل عشان الناس تشوفنا بشكل معين وخلاص؟ ولا في سبب أعمق جوانا، دافع حقيقي هو اللي بيزقنا؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي هيساعدك تختار هتتعلم إيه. والكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة بيخش في الحتة دي بالظبط. هو بيبدأ بتفرقة مهمة قوي. في نوعين من التغيير. نوعين؟ زي إيه مثلا؟ بص، في التغيير اللي هو السطحي ده، يعني مجرد بنغير سلوكنا من بره. ممكن أبطل عادة وحشة عشان خايف مثلا حد يعرف، أو خايف من العقاب. زي فكرة جبل التلج دي، الجزء اللي باين فوق المية صغير قوي. بالظبط كده، ده السلوك اللي الناس شايفاه. لكن الكتاب بيركز قوي على النوع التاني، اللي هو بقى التغيير العميق، ده اللي بيحصل جوه تحت المية في القلب نفسه، في الدوافع والرغبات العميقة قوي دي اللي محدش شايفها غير ربنا. هو ده الأساس. وهنا بقى نوصل للسؤال المهم قوي اللي الكتاب بيطرحه: لماذا؟ ليه بعمل اللي بعمله؟ أصل ربنا مش بيبص بس على الفعل، لا، بيبص على الدافع اللي وراه. إيه اللي بيحرك قلبي؟ حتة لماذا دي خطيرة فعلا. يعني ليه بصلي؟ ليه ممكن أكون بخدم في الكنيسة مثلا؟ ليه بقرأ في الكتاب؟ هل عشان بحب ربنا وعايز أرضيه فعلا؟ ولا في أسباب تانية؟ وهنا ممكن حد يقول مجرد إن الواحد يبطل يعمل حاجة غلط، مش ده كويس في حد ذاته؟ حتى لو الدافع خوف. هو أكيد كويس من ناحية السلوك الظاهري، يعني أكيد أحسن ما يستمر في الغلط، دي ما فيهاش كلام. لكن الكتاب بيقول إن ده مش التغيير الحقيقي بقى، مش التغيير الدايم اللي ربنا عايزه. ليه؟ لأن التغيير اللي مبني على خوف أو مصلحة شخصية ده ممكن يروح لو الظروف اتغيرت. لو السبب راح بالظبط. إنما التغيير الجذري اللي بيستمر ده اللي بيطلع من القلب نفسه. طب وده بيحصل إزاي؟ الكتاب بيشرح إن أساسه هو إدراكنا للفقر الروحي. فقر روحي تقصدي إيه بالظبط؟ إيه الكلمة دي؟ يعني إحساسنا الحقيقي بضعفنا، وإننا محتاجين لربنا طول الوقت، محتاجين نعمته وقوته، وإن قيمتي مش جاية من شطارتي أو أنا بعمل إيه أو بخدم قد إيه، مش معتمد على نفسي يعني. فهمت. الواحد مش بيحس إنه مقبول عشان هو عمل حاجات كويسة كتير. لا خالص، القبول ده هو الأرض اللي بنقف عليها. وهنا بقى بنوصل للحتة الجوهرية في الكتاب كله. التغيير الحقيقي والدائم ده بيحصل إمتى؟ لما بنكتشف بجد جمال المسيح، لما عينينا بتتفتح كده ونشوف قد إيه هو حلو ويستاهل كل حاجة في حياتنا، يبقى هو الكنز، أغلى حاجة. ساعتها الرغبات نفسها بتبدأ تتغير لوحدها. بدل ما الواحد بيدور على قيمته في شغله، أو الناس تقول عليه إيه، أو حتى في خدمته، بيكتشف إن الشبع والفرح الحقيقي ده في المسيح نفسه، في العلاقة معاه. ده اللي الكتاب ممكن يسميه الثمر الحقيقي. هو ده بالظبط. الثمر الحقيقي ده نتيجة طبيعية لتغيير حصل في الجذور، في القلب اللي شاف جمال المسيح. وقتها التغيير بيبقى من جوه لبره، تغيير حقيقي وليه ثبات وقوة، مش مجرد قشرة شكلها حلو وخلاص. فعلا كلام مهم قوي، ويخلي الواحد يفكر. واضح إن الكتاب ده بيقدم منظور مختلف خالص لموضوع التغيير. والكتاب فيه عناوين بتشد قوي على فكرة، زي مثلا جبل التلج اللي جواك. إيه اللي بيحركك بجد؟ أو لماذا أفعل ما أفعله؟ كشف الدوافع الحقيقية. مهم. إزاي ضعفك يبقى سر قوتك؟ والأمان الحقيقي في أعمالك ولا في نعمة المسيح؟ أسئلة في الجون زي ما بيقولوا. وفي كمان لماذا تفشل محاولات التغيير السطحية؟ وبيتكلم عن الخوف والأنانية، الوجه الآخر لتغيير السلوك. ده غير طبعاً الكلام عن جمال المسيح مفتاح التغيير الدائم، وإيه معنى الثمر الحقيقي وهويتك الجديدة في المسيح. عناوين كتير بتفتح مواضيع الواحد محتاج يقف عندها فعلا. ولو حد عايز يتعمق أكتر في الأفكار دي وعنده أسئلة محددة عن الكتاب، هيلاقي في وصف الحلقة لينك معمول بالAI يقدر يسأله أي سؤال عن محتوى الكتاب ده، والإجابات هتكون من الكتاب نفسه. ودلوقتي بقى يجي دوركم تشاركونا. قولوا لنا في التعليقات، تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه؟ إيه أكتر موضوع أو كتاب معين شاغل تفكيركم ومحتاجين نتعمق فيه الفترة دي؟ وفي النهاية بنسيبكم مع السؤال ده للتأمل. لو بصينا بصدق كده على دوافعنا النهاردة،
يا ترى إيه اللي بيحركنا أكتر؟ رغبتنا إننا نرضي المسيح ونمجده، ولا رغبتنا إننا نرضي نفسنا أو نرضي الناس؟ فكروا فيها. بودكاست المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.